السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل متابعي أنور فلوق. اليوم جات لكم في فيديو جديد دائما وأبدا من قلب الحدث ومن أرض الأوراق، وكما وعدتكم راح ندخل في التفاصيل بخصوص فتح شركة في دولة البرتغال. لكن كاين نقطة بسيطة نحب نوضحها، أنا ما قلتش من هب ودب يجي يفتح شركة في دولة البرتغال، كلامي موجه للناس اللي عندها خبرة والناس اللي عندها إمكانيات وقدرات في أي مجال كان، وحتى الناس اللي عندها فكرة وهذه الفكرة يقدر يطورها وما يخليهاش محصوره في مجال معين. على سبيل المثال انا نخدم في الدومين تاع لابانتير، ما نخليش المجال تاعي محصور غير في هذا الدومين، نقدر ايضا نخدم في مجال الفلاحه، نقدر نخدم في مجال البناء وفي العديد من المجالات الاخرى، لان فتح شركه في البرتغال يسمح لك انك تزاول النشاط تاعك في العديد من المجالات وبدون قيود، وهذا طبعا وفق القوانين المنصوص عليها. الان السؤال المطروح، كيفاش انا نقدر نعمل في هذه 27 دوله داخل الاتحاد الاوروبي ونستهدف هذا 500 مليون مستهلك عن طريق فتح شركه في البرتغال؟ اولا نحب نقول لك كاين دو كاتيجوري. بالنسبه اولا للناس اللي عندها كارت ريزيدونس في دوله البرتغال، هذ الناس راه تقدر تمارس النشاط تاعها في هذه 27 دولة بكل سهولة، لكن إذا كانت مدة العمل لا تتجاوز الثلاثة أشهر. اذا هي ديباسي 3 موا راح يطلب اوتوريزاسيون دو ترافاي وراح يتحصل عليها، وهذا طبعا راه وفق القوانين المنصوص عليها داخل الاتحاد الاوروبي. الفئه الثانيه بالنسبه للناس اللي عندهم مانيفيستا، حنا نعرفوا الناس اللي عندهم مانيفيستا ما يقدرش يخرج من البرتغال، سما ما يقدرش يفتح شركه، لا يقدر يفتح الشركه تاعه، ولكن اذا هو راح يمارس النشاط تاعه خارج البرتغال يقدر يرسل عامل من هنا من دولة البرتغال اللي هو متحصل على الإقامة البرتغالية ينجز له هذا العمل بعقد عمل خاص بالشركة تاعه. أو مثلا إذا كان هذا العمل في فرنسا يتواصل مع شخص ريزيدي مقيم في فرنسا ينجز له هذا العمل. ورانا قلنا دائما إذا كانت المدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا هي تتجاوز الثلاثة أشهر هنا راح دوموندي اوتوريزاسيون دو ترافاي. ايضا بالنسبه للناس اللي هما خارج الاتحاد الاوروبي، هذا الناس يقدروا يستفادوا من فتح شركه في دوله البرتغال، نعم وعندهم الحق ايضا، وعن طريق هذه الشركه لما تفتح شركه راح تتحصل على فيزا، وايضا راح تتحصل على الاقامه البرتغاليه، ناهيك عن الاستفادات الاخرى اللي راح تستفيدها لما تكون متواجد هنا فوق الاراضي البرتغاليه. الان راح نتكلموا على لي فري تاع الشركه، لكن كاين نقطه نحب نوضحها. كاين بزاف ناس راه تكوتيزي من 350 اورو حتى ل 400 اورو شاك موا على حاجه ما راحش مستفيد منها، ولكن في حين انه يقدر يفتح هذه الشركه اللي لي فري تاعها شاك موا راح يكونوا 250 اورو. واش فيها هاد 250 اورو؟ اولا فيها 150 اورو تاع لاجيرونس تاع الشركه تاعك، وفيها 100 اورو تاع البيرو تاعك اللي راح تريسيفي فيه لي دوكيمون تاعك واللي راح تريسيفي فيه ايضا الكليون تاعك. وهذا الخدمه اللي تقدمها الكوسمو براتيكو تنجم تلقاها اير في جهه واحده اخرى اقل بصومه اكثر، لكن ماهوش هذا هو موضع الجدل. لكن انا نحب نوصل لك فكره اللي هي ان اذا كان انا راح نكوتيزي على حاجه ومانيش راح نستفاد منها، علاش نكوتيزي؟ واذا انا راح نكوتيزي على حاجه راح نستفاد منها في المستقبل، حتى اذا كان راح نكوتيزي 400 اورو وراح تدخل لي 200 اورو، ولكن انا راح نطور من هذه الحاجه وراح تكون استفاده كبيره وكبيره في المستقبل القريب ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي تسقسي تقول لك كيفاش نقدر نتواصل مع شركه كوسمو براتيكو، انا راح نخليكم في الديسكريبسيون على اليوتيوب، لان الرابط فقط راه يعمل على اليوتيوب. تدخلوا قناتي على اليوتيوب اسم انور فلوق، في الديسكريبسيون راح تلقاو اللين تاع كوسمو براتيكو، حتى تقدروا تتواصلوا معنا اي انسان عنده اي سؤال او اي استفسار، او الناس اللي راهي انتريسي بهذه الحكايه تقدر تتواصل معنا، راح تلقاو المعلومات الخاصه بكل شركه السيت تاعها، وراح تلقاو الواتساب الخاص بشركه كوسمو براتيكو. وايضا راح نخلي لكم اللين اللي يوثق كلامي ايضا وفق الاتحاد الاوروبي او وفق القوانين المنصوص عليها داخل الاتحاد الاوروبي، انك تقدر تمارس النشاط تاعك داخل هذه 27 دوله وبدون قيود. كالعاده كان معكم انور فلوق، القاكم في فيديو اخر، والان اترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.